بعد الفيديو ده مستحيل اي جزار يضحك عليكي بعد كده ويديكي قطعيه انت مش عايزاها. ممكن بقى تنسي خالص ان عندك زاره. الفيديو ده والله العظيم انا عاملاه بكل حب، عاملاه لحبايب قلبي اللي موجودين في المحافظات ومش بيعرفوا يشتروا اللحمه. يا ساره داخل علينا العيد ومش عارفين ايه احلى حته لحمه للفته، طب ايه الكباب الحله، طب ايه للخضار، طب ايه للشوي. في الفيديو ده جايبالك كل التفاصيل. ورقه وقلم بقى معايا يا ست الكل وركزي معايا، ووعد مني هخليكي جزاره صغننه. قبل اي حاجه هنسمي بالله ونصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. واول حاجه هنبتدي بيها هي الاضاحي. وعلى فكره كل العجول والخرفان الموجودين عندي الحمد لله من المنوفيه، انتوا عارفين انا عجولي كلها في المنوفيه. وعلى فكره يا جماعه انا خلصت خلاص حجز اول يوم وتاني يوم وكمان نص تالت يوم. يعني الفيديو ده ليكوا انتوا، ازاي انتوا تختاروا، ازاي انتوا ما يضحكش عليكم. مبدئيا كده العجول، اوعي تفرحي بالعجل اللي كرشه كبير وتقولي ده مليان خير وعز وكل دي لحمه، لا، كل دي دهون وميه. هاتي العجل اللي ما عندوش كده، هاتي العجل اللي جلده بيلمع. معنى ان جلده بيلمع اذا فهو معلوف كويس قوي وصحته كويسه جدا. كمان حاجه، امسكي كده جلد العجل، ايوه مكان كده مسيد ماسك، امسكي كده الجزء ده. عايزه اقولك انك تحتيه تحسي بلحمه ما تحسيش بدهون. حرام يا جماعه ندفع 8 كيلوهات وفي الاخر نلاقي دهون. واسعار العجول موحده، لما حد تلاقي العجوله عنده رخيصه جدا يبقى اعرفي انه هيحضرها. ما هو هيعوض حقه ازاي؟ يعني ايه محضرها؟ يعني قبلها بيوم هيجيب لك العجل ويعمل لك قدامه برميل كبير قوي ميه بملح، يفضل يشرب ويعطش يشرب ويعطش. تلاقيه انت بقى تلاقيه بطنه مليانه وتلاقيه مليان، تسيبيه يقف ساعه او اتنين هينزل كل الميه دي على الاقل من 30 ل 50 كيلو انت دافعاهم في الارض. حاجه كمان مهم جدا، سنانه اوعي يكون كاسر، كل ما كسر كل ما بقى عجوز. احنا عايزين حته لحمه حلوه وصغيره، وده يا جماعه اللي بيفرق في سعر العجول من حد لحد. كمان الضاني لازم تجيبيه يكون راسه صغيره، مش هندفع في فلوس في راس كبيره وليه كبيره وفروه كبيره وبرده ما يكونش كاسر. بتفتحي بقه كده او بتخلي الجزار يفتح لك بقه وتشوفي، وكمان تشوفي الليه. بصي الليه ما تجيبيش خروف يكون تلته ليه وتبقي فرحانه بالليه الكبيره دي كلها دهون. ايوه الليه حلوه ونسيحها وكل حاجه، بس ما ندفعش كل الفلوس دي في ليه. فلازم يكون راسه صغيره وليته صغيره وفروته صغيره وما يكونش كاسر. دي اهم حاجه انا حبيت اقول لكم عليها. ربنا وحده عالم الخبره والمعلومات دي جت ازاي، فلوس ومجهود وتعب وشقه فوق ما تتخيلوا، بس والله انا بقولها لك بنفس راضيه والاجر والثواب عند الله. يلا بينا بقى على حته اللحمه للفته، بما اننا داخلين على العيد ومحدش بيقول لكم ايه احلى حته لحمه للفته. فته يعني قطعيه من الرقبه او قشره لوح، وقولي له كده للجزار لو سمحت انا عايزه كيلو من الرقبه، كيلو من قشره اللوح، او طبعا الكميه اللي انت عايزاها، لانها انسب حته للفته. حته لحمه ناعمه ملهاش حل. الرقبه دي اللي كنت بقطع منها دلوقتي واللي رصيت منها الاطباق دي كل ده رقبه. طب يا ساره عايزاها خضار، هنا الموضوع هيوسع مننا شويه. لو عايزاها حته لحمه ماسكه نفسها تتحمل السلق وكمان ندخلها في الخضار، عليكي وعلى البريسكت. البريسكت حته لحمه حمراء وماسكه نفسها، ماسكه نفسها كده وتقيله، تتحمل السلق وكمان تدخل جوه خضار تعيش معاكي فيه. طب لو عايزاها حمراء خالص، الكولاطه بتبقى حلوه قوي قوي. طب لو عايزاها حمراء بس فيها سن الدسم، يا ساره انا جوزي ما يحبش الحاجه الحمراء خالص دي، عليكي وعلى السن يجنن وبيدوب كده جوه الخضار، انا شخصيا بعشقه. ويا سلام كمان على الرقبه بتبقى حلوه قوي. يعني معاكي للخضار سن وكولاطه ورقبه وبريسكت، واللي انا برصه في الطبق ده بريسكت. بصوا حلو ازاي، زي ما قلت لك الخضار ليه اكتر من قطعيه. طب يا ساره انا عايزه كباب حله، كباب حله بيكون تحفه برده من الرقبه وبيكون يجنن من الكولاطه. الحته اللي انا بقطعها دي يا جماعه كولاطه، وكمان بيكون فظيع من السمانه، يعني اللي انت شايفاه واللي يناسبك كل ده حلو. يبقى تاني كباب الحله كولاطه او سمانه او رقبه. شايفين بقى قطعه الكولاطه اللي انا ماسكاها دي، لو جزار صح يعرف يفصل صح يطلع لك منها كباب حله زي ما انا عملت كده. وكمان طلعت منها بكاته، الشرايح دي كانت بكاته، وكمان عملت منها قطع للخضار حلو قوي. الكولاطه يا جماعه بتبقى جميله كبكاته وبتبقى تحفه في الخضار وبتبقى تجنن في كباب الحله. طب يا ساره الطواجن بقى ده عيد وانا عايزه ادخل عليهم بالطواجن. طواجن يعني موزه، طواجن يعني ضلوع، طواجن يعني عكاوي، طواجن يعني لحمه بعضمها من اي حته بقى، موزه ضلوع اي حته لحمه بالعظم هتقولك يا عيني يا ليلي في قلب الطاجن. طب يا ساره والشوي بقى، هو في عيد من غير شوي؟ بصي يا ستي بيقولوا حتت كتير قوي تنفع، بس انا كساره بقولك يا فليتو يا ستيك، اي حته تانية هتنشف منك حتى لو العجل صغير، يبقى يا فليتو يا ستيك.
طب يا ساره الستيك اتكلمي عنه، ده اكتر حاجه بتعمل مشاكل. يا جماعه مش بتعمل مشاكل ولا حاجه، في نوعين من الستيك، في ستيك ريب اي وده بيجي من الكوستاليكا، بيكون اطرى من الستيك اللي بيجي من الانتركوت، وكمان دسمه بيكون اكتر والقطعه بتكون مدوره زي اللي انت شايفاه كده بالظبط. لكن اللي لسه بيتقطع ده ستيك عادي بيجي من انتركوت او الاميريه او بيت الكلاوي، كل دي بيطلق عليها اماكن. المهم انه بيكون مستطيل ودسمه اقل. وبالنسبه للبفتيك وش فخده وبس، بتقولي له عايزه بفتيك وش فخده، لان في جزارين ما عندهمش ضمير بيدوكي ظهر الفخده، ودي النسير بتاعته بتكون ناشفه وبيكش معاكي. كمان الشاورما بتكون تحفه من وش الفخده، يعني بيقطع لك بفتيك وبعد كده يخليه شاورما. ويلا بينا على المفروم اللي عامل قلق. اولا كده انا جايبه لك النهارده عرض على اللحمه المفرومه، ال3 كيلو عاملين 1200 جنيه، دسم 25%. ولو عايزه مفروم للعصاج اي حته لحمه مش هتفرق، المهم تبقى وش واحد بس مش وشين. لكن لو عايزه مفروم عشان تعملي منه كفته او برجر يبقى رقبه او سن، والرقبه قبل السن، لان الرقبه في الكفته والبرجر بتبقى فظيعه، واهم حاجه يفرمها وشين مش وش واحد. وزي ما قلت لك عندنا عرض 3 كيلو مفروم عاملين 1200 جنيه. بالنسبه للضاني بقى ده قصص تانية خالص، بس احلى حته طبعا للشوي الريش. وكمان الموز. بصوا يا جماعه الضاني عندنا حاجه تانية خالص، مش الضاني اللي ماشي في الشارع ده بياكل من الزباله وتقولي اصله زفر، لا الضاني احلى حته لحمه، بس هدي صح والله ما هتبطلي اكلي، وريحته بتكون تجنن، والفخده بتاعته بتبقى كباب فظيع. يلا بينا بقى على عرض المصنعات، وجايبالك النهارده عرض مصنعات حلو قوي مكون من 5 كيلو من كفتة الفرن أو كفتة الشوي. انت هتحطيها في صينية وتدخليها الفرن على أقرب رف للقاع على درجة حرارة 180 10 دقايق، وهترفعيها تحت الشواية هتبقى زي الفل. ومعاكي كمان كيلو من السجق الشرقي. ويا جماعة أقسم بالله العلي العظيم اللحمة عندنا بيور، اللحمة اللي شغالين بيها لحمة وتوابل وبس. لو حواوشي لا بنزود طبعا بصل وفلفل. كمان معانا كيلو من البرجر، وكمان معانا كيلو من الحواوشي. بصي الحواوشي اللي عليه بصل وعليه فلفل بيجي لك، وحضرتك بتقسمي الكور وبتبداي تفرديه جوه العيش وتسويه بالطريقه اللي تعجبك. وكمان كيلو من كفته الرز. ال5 كيلو دول عاملين 1700 بدلا من 1850، ومتاح نص العرض هيكون عامل 850 جنيه، عباره عن نص كيلو من كفته الشوي، ونص كيلو من الحواوشي، ونص كيلو من البرجر، ونص كيلو من السجق الشرقي، ونص كيلو من كفته الرز. الخمس اصناف دول ال2 كيلو ونص دول هيكونوا عاملين 850 جنيه. وانا على عيني اني ما بوصلش محافظات والله، علشان كده عملت لكم الفيديو ده، انا بوصل داخل القاهره والجيزه فقط. طبعا عندي اونلاين والمحل مفتوح طبعا، زهراء مدينه نصر، شارع الميثاق خلف بنك مصر مباشره، جزاره الشيف ساره. يا رب اكون فدتكم، واي استفسار اطلبوه مني وانا عينيا ليكم. بحبكم جدا جدا في الله، استودعكم الله، مع الف سلامه.